السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي وكل الناس اللي بنحبهم ونتمنى دايما يبقوا في افضل حال وصحة وسعادة ان شاء الله. النهارده انا جاي اشرح لحضرتك شروط الربح من فيسبوك. يلا بينا مع بعض نفتح الفيسبوك ونشوف ايه هي الشروط ربح الفيسبوك. هنيجي اولا هنفتح الفيسبوك كده. تمام. هنيجي على ادارة. بعد ما تخش على ادارة هتطلع فوق شوية. ثواني النت يحمل عندي. هتخش على تحقيق الأرباح. تحقيق الأرباح دي منقسمة لكذا قسم. أول حاجة النجوم. النجوم دي اللي بيقدر يبعتها لك المشاهد أو أي حد شاف الفيديو وحابب إن هو يبعت لك مساهمة أو يبعت لك تحية أو يبعت لك يقول لك إن الفيديو أعجبني، فبيبعت لك نجمة. دي بتبقى بمبلغ مالي على حسب ما هو بيحدده. دي رقم واحد. رقم اتنين الإعلانات في ريلز. الإعلانات في ريلز دي الريلز اللي انت بترفعها بتقدر تربح منها الارباح بتاعه الفيسبوك. ودي حاجه كويسه جدا لانها بتفرق معاك كتير جدا، وهي دي اهم حاجه في الفيسبوك. اعلانات البث المباشر مهمه جدا لان اعلانات البث المباشر بتعتمد وبتنقسم لقسمين. القسم الاول للريلز، القسم التاني لو انت هتعمل بث مباشر فده بيفرق معاك كتير جدا لان البث المباشر بيفرق مع القناة، بيعلي الريتش بتاع القناة وبيخليك تفرق بنسبة 180 درجة يعني. الارباح فيها كويسة، وانا بشجع كل اخواتي وكل حبايبنا الناس كلهم ان هم يهتموا بالموضوع ده لان الموضوع هيفرق معاك كتير جدا يعني. نرجع تاني. هتلاقي عند حضرتك بيقول لك الاعلانات المضمنة، مضمنة في المحتوى. الإعلانات المضمنة المحتوى دي بتقول لك يمكن تحصيل العوائد عند إنشاء مقطع فيديو جديد عند تضمينه الإعلانات. تضمينه الإعلانات اللي هو ما يكونش أنت حاطط حاجة مش بتاعتك. كل الفيديوهات اللي موجودة تخصك أنت ما تخصش حد تاني. حقوق النشر تحافظ عليها. فدي بتفرق كتير جدا، وخلي بالك عشان النقط دي مهمة جدا ولازم تركز فيها. تمام. نرجع تاني. المكافآت. المكافآت يمكنك زيادة أرباحك كمنشئ محتوى يحصل على مكافآت. المكافآت دي بتبقى على حسب اللي بيبعت لك مكافأة. هو بيقول لك ممكن ربح الأموال باستخدام ميزة المكافآت. يمكن زيادة أرباحك كمنشئ محتوى يحصل على مكافآت. دي المكافأة اللي بتنزل لك من الفيسبوك لو أنت راجل منتظم ولو أنت الدنيا معاك زي الفل فبتفرق معاك كتير جدا. تمام. إعلانات المضمنة دي اتكلمنا فيها. الاشتراكات. اسمح لجمهورك بدعم أعمالك عن طريق دفعات شهرية. بمعنى إيه؟ هنخش عليها كده. يمكنك تحقيق أرباح مالية من خلال الاشتراكات. دي بيقول لحضرتك إن أنت تقدر تعمل اشتراك على القناة. بمعنى إن أي حد يعمل اشتراك عندك لو عايز مثلا يعمل إعلان على صفحتك، يعمل أي حاجة أيا كانت إيه هي. فدي بتبقى اشتراك شهري، ودي حضرتك اللي بتحددها وبتحدد القيمة بتاعتها قد إيه. تمام. ودي كانت نهاية حلقتنا على شروط الربح من الفيسبوك. ولو حابب اشرح لك حاجة معينة او نتكلم في حاجة معينة ممكن تسيب لي كومنت، وما تنساش تفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. ولو في اي حاجة بس سيب لي في كومنت وانا ابلغ حضرتك بكل اللي انت عايز تقوله او اعمل لك فيديو على الحاجة اللي انت عايز تقولها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.